هاي. هاي. كيفك؟ شو الأخبار؟ عزيز الحمد لله، طمنيني عنك. الحمد لله تمام. أنا انصرعت. أنا صرنا اثنين. التعليقات عندي الشامي والشامي الشامي الشامي، أنا انصرعت. صرنا اثنين وانصرعنا. أقسم بالله عم بحكي لهم خليه يضيفني مشان نقدر نطلع سوا. كيف نقدر نطلع سوا؟ ما هو المشكلة أنت انه ما بتعرف ها؟ لا، بصراحة انا جديد كتير هون، بس بينقوا عندي انه افتح تيك توك افتح تيك توك، ففتحت تيك توك. الفكرة انه انا ما بعرف انه لازم ضيف او اصلا وين بيجي. في عندي طالع تحت ضيوف ومضيفين وحمادة لا بلبن خليني وسلطة أفهمك. بلبن. هلا أنت بتقدر تطلع بس مع اللي أنت ضايفهم وضايفين، وإذا بدك تطلع مع حدا تاني لازم يكون معك جوال تاني تفتح حسابك تيك توك فيه وتضيف. اوكي. فانا حكيت لهم اذا كتير مصرين او كتير هو طالبني فلا خليه لازم يسكر اللايف يضيفني اذا ما عنده جوال تاني ويفتح هيك. انا ما عم شوف غير قمر طالبتك قمر طالبتك انا قمر طالبتك. الشامي طالبك الشامي طالبك. أتهاري طلعوا عم حمادات يعملوا هدول. مقلب فينا. ايه كيفك؟ والله تمام الحمد لله. انت كيفك؟ اوه الحمد لله ماشي بنشوف. هي اي اول مره بتفتح لايف تيك توك؟ لا هي مو أول مرة، بس ما يعني بطلع أحيانا مثلا. في عندي كان طارق هيك مرة سحبني جيست. معرفاتك؟ يعني ايه بدون ما أفتح لايف يعني. اه جيس داخلي اوكي. ايه فما عندي فكرة كيف بدي أفتح م. لايف بمعنى اللايف. أنا من جماعة الانستغرام اللي كتير قديم على الانستغرام. اه فهمت عليك. هو بصف الانستغرام حلوه بس هون الشيء الاحلى انه التعليقات شوي اسرع، وكمان انه بتقدر تفوت مع عالم هيك اجواء. وأنا اكتشفت هيك يعني إنه جماعة التيك توك هن مختلفين عن الانستا. اه يعني اللي صح. بيفتح تيك توك ما حيفتح انستا، واللي بيفتح انستا قليل يفتح تيك توك. اه اللي الاغلب اللي هون بيكون هن تيك توكرز هنا اصلا شهروا بالبثوث. هلا انا اصلا ما يعني انا اصل تبع يوتيوبر على اليوتيوب. بفتح انستغرام بس بفتح هون اكتر لانه هون يعني انا مشان التعليقات صراحة ومشان الجو احلى. بس هون حيوي اكتر من الانستغرام. بالضبط الانستغرام التعليقات بيكون سريعة موضوع. في ناس. الانستغرام بيكون رسمي زيادة عن اللزوم. انا على الانستغرام بصير هيك كتير رسمية آه. وشلونكم شو الاخبار. هون لا باخذ راحتي اكتر. هون ما في توتر، هنيك لاعب بتركز. جولة قبل انت؟ ما بس بنفتح ما بعرف طيب خلي اول جولة تكون معي يلا لا، اصلا. لاعب جولة بس اه بس اوكي. بنفتح. يعني بس جماعتك حيفرموني هلا، مو حكي هاي. ما بتعرف يمكن اللي عندك يكبسوا عادي. كبسوا. كبسوا. بدي بدي افحمكم انا وتيك توكر. الله عليك. شوف والله منيح سكورك. شوف سكورك اعلى مني. كم اف. حدا عندك باللايف؟ 2800. حلو انا 2500 بس عندك اول. شوف كيف ما فشلوك. لا والله كفو الحمادات. كفو كفو. انت يوتيوبر اصلا؟ عندي اه علم انا بس يوتيوبر وانستغرام اكثر شيء وهم يعني كل فترة بفتح بث. مم. انا ما استوعبت لسه الجو هون، بس انه حلو انا الجو هون بس مع الناس الصح بدك تطلع، مش مع اي حدا. لا، انا اصلا يعني رح اقول لك شو الترتيبه. بفتح ابو نص ساعه، برميلي في التيشة مثلا، اغنيه حكايه وبهرب. يعني ما مو من احلالك. النوع اللي اي مو من انا النوع اللي احيانا بقعد هيك. ساعه ساعتين وهيك. انا احيانا هيك بفتح بحكي مع المتابعين، اذا اجوا رفقاتي بطلع معهم قصة، اذا ما اجوا ما بطلع. وهيك احسن يعني اطلع بس مع الناس اللي بتعرفهم لانه الناس التانية يعني في ناس بيجيبوا العيد بلا لك اياها. يمكن اصدمك اذا قلت لك انا بصراحه ما عندي اي علاقات ضمن التيك توك. امم. لذلك ما يعني ما بتجيني عزايم بالعالم. اه. عزايمي لا على عادي الانستغرام. كله مع الوقت. انا اصلا تعرفي ما صار لي شيء منزله، بس قالوا لي هيك فات من النوم قالوا لي انت ترند انت والاكس تبعك. قلت لهم شو يفضح عينكم؟ مين ترند؟ قال بيحكوا علي بالتيك توك. رحت نزلت تيك توك، طلعوا بيحكوا علي بالتيك توك، وفتت لقيت الجو لذيذ. يعني اكيد بعرف التيك توك، يعني مو جاي من المريخ، بس ما كان عندي إياه. مم. هو يعني حلو التيك توك بس شوي يعني انه بياخذ من وقت الواحد، يعني اذا فتحته ما عاد تطلع منه. تيمار صح. حبيبتي ثانك يو. صح. ظل البني ادم يعني تقريبا نفس الخوارزميات تبع مفهوم الريلز اللي على الانستغرام. ايه بالضبط. هو اصلا الريل اخذوه من التيك توك الفكرة. ايه بس بعموم هون السردات عم بتصير اكتر. لايف، جولة، أحاديث. وهون في شوي بالانستغرام ما في دراما، هون شوي في دراما.
في اكشن، سمعت عم بتصير اجزاء وعم بتصير شغلات. مسلسلات وقصص. هدول مش جوي، انا هدول ما بحبهم. والله مو جونا كنا. شفت هيك شيء انه عم شوف يعني جزء اول جزء ثاني وجزء ثالث. شيء كثير على عيني. بس عادي. بسلوا لانه اصلا متوسط الاعمار اللي هون بعتقد 15 16 14. هلا في كل الاعمار. هلا تيك توك انا بحس البرنامج الوحيد اصلا اللي فيه حتى كبار محمليه لانه بيسلي البرنامج. بس البثوث بحس اكثر ناس بيتابعون بالاخص بثوث المسلسلات صغار. صح عقلتك. امم هو تسلاية، كله تسلاية، كله هيك تضيعة وقت. اللي ما عنده شغله وعامله 100% بفوت على التيك توك بيتسلى. 100% يعني مو بس ما عنده شغله عامله. هلا قصدي حتى على اللي بيتابع مسلسلات وهالقصص هدول. يعني احنا كمان حاليا بصراحه بما انه الدنيا كلها صارت سريعه، ما عاد لنا خلق نشوف مسلسلات. هي المسلسلات بتسلي اكثر واسرع، بتخلص سريعة بسرعه. 15 ثانية. خلص بنشوف الفيديو وبيخلص بسرعه. أنا بفوت على التيك توك قبل ما أنام، بقول بدي أتصفح 10 دقايق وأطلع، بلاقي الساعة 6 الصبح صايرة وأنا عم بتصفح، فما خرج أفوت عليه وأنا عندي شغل أبدا. قال بتغني انت؟ أنا يعني أنا مش مطربة، بس إنه بيحكوا لي صوتك حلو، بس يعني ما حلو كتير، فبلا لك إياها. بتجرب؟ ملعبك أنت الغنى مش أنا. انا والله ادمي ما دخلني. هذا خلاص. ما بغني لا. أوكي ماشي. خلينا نجرب عندك. ماشي. لا لا بلا لك إياها، والله بلا لك إياها. والله بيكتبوا لي صوتك حلو، خليها تغني. الكومنتات بيحبوا يعني هيك انه انا عاملين مطربه وكل شيء هيك. طيب ايه بركي. طيب حغني تركي. تركي. التركي الوحيد اللي بيزبط معي شوي. ها مم. جايز اغني اللي غنيت لكم اياها قبل شويه لو الاولى. يرضى عنكم على قولوا لي الطوارئ. قولي. والله ما شاء الله انت اخذت جوله. الاولى اوكي. والله ما توقعت هدول الحمادات يفاجئوني دائما. كانت تشوف. مبروك الفوز. والله ما نفتح خجلوني. جوله ثانيه ورح اغني. يا حمادات الفرامة من هلا بدون تنمر، ها صوتي مش حلو يعني عادي. يلا امين. Bir gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engelde zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim yazdım son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. خلصت. انت عم تلبسيني في خامة. يعني اتوقع اذا بتدرب بيطلع مني شيء، بس انه مو جوي، ما بغني. حتى ما بدك تدريب شوية يعني. مهندس صوت شاطر وكاتب وملحن شاطر بيطلعك. اخذنا شهاده من المطرب يا جماعه، بعد لا حد يحكي وياي. ما 3/4 يلي عم بسمعون هلا كله تصحيح صوتي يعني عم بصير تعديل. امم شكرا خجلتني. لا منيح. بس تركي. هلا اللي بيزبط معي اكثر شيء تركي يعني. هاي اما اذا بغني عربي لا. عيد بجيب العيد. ليش العربي أصعب بالنسبة لك؟ بحس ايه، او يمكن أنت لانه حسب الطبقه، ما كل الطبقات بقدر غني يعني. اكثر شيء هي الطبقه تبع هاي البنت، هاي المطربه بالذات. جماعة اسطنبول منسجمين بالمجتمع التركي. أنت بتركيا؟ انا باسطنبول. انت وين عايش؟ تركيا. والله وين؟ كنت باسطنبول
صار لي شهرين طالع منها، ضليت 7 8 شهور باسطنبول بس ما حبيتها وهربت. إيه هلا هربت. استقريت بغير محل؟ لا أنا لساتني بتركيا بس بمكان بسموه أورفا. اوكي. هذا غريب ليه المكان ما حبيت اسطنبول، كتير حلوة بالعكس. يعني هي حلوة كمدينة، بس بكوني بني آدم جاي من مكان من 9 سنين عايش فيه ما فيه زحمة وهادي وريفي اه، وحباب وكيوت ولزوز ومجتمع اسطنبول هيك غريب هو شوي كان حسب علي. المنطقة كمان اللي تسكن فيها، لأن اسطنبول يعني لحالها بلد، اسطنبول كتير كبيرة. صح. هلا أنا ما قعدت تحت، قعدت نواحي فلوريا، امم. فكنت كتير بعيد. هي نقطة مهمة. صح، بعيدة. يعني كان إذا ممكن أطلع برا البيت ما كان فيني أروح غير على كاي شهير، بشك شهير بالعموم. لا، هدول ومقريبة هدول أنا بسميهم حافات المياه كتير بعد. أنا هنيك كنت ساكن، يعني هذيك كان اللي حوالي. تحت ما تقبلت، يعني لما كنت انزل لتحت على البلد مو طبيعي الزحمة. يعني كنت مثلا بدي انزل اسهر تحت، فاتح. مثلا. فاتح ما حترتاح بالأخص إذا كنت معروف، لأنه كتير مم. يعني ما في أتراك قليل. حتى من ناحية تانية بعيدا عن كوني معروف، عم بحكي بصورة عامة. إذا بدي أنزل أسهر كنت أقضي ساعتين بالطريق مشان ساعة تحت وأرجع ساعتين. فلا، لا أخلي. قلت لك، هو أنت عندك مشكلة إنه ما كنت تعرف شو المكان المناسب اللي تروح عليه أو تسكن فيه. بتفادي من أما كتر. هلا أنا صار لي 12 سنة هون. مم. بحكي لك، انا كثير رايحه اماكن بتركيا. احسن مكان للعيشه هو اسطنبول، بس بدك تعرف وين تروح وين تجي، بدك يعني تكون عارفان المناطق كلها. ايوه انا حتى بحالتي تحديدا، اذا بدنا هيك بدنا نحكي بحالتي انا، حتى باورفا مالي عايش باورفا، يعني حتى مالي باورفا ضمن مجتمع اورفا، منعزل كتير. يعني هي اصلا منطقة متطرفة فانا متطرف اكتر منها. اه. وهذا الحكي مو جديد لانه هلا، هذا الحكي من سنين طويلة كتير. انا مم. حدا بطبعي اصلا يعني بطلع كل شهرين 3 مرة من ما البيت. بتحب الزحمه والعالم كثير. ابدا. ايه فما هو تعبتني اسمع، اسطنبول. الحلو هون في مناطق هيك، بس انت يمكن ما عرفت وين تقعد بالضبط. في مناطق هيك وبس بدك، بس بيخطر على بالك ويعجبك بتقدر تروح على اماكن الزحمه اللي فيها ناس، بس بيعجبك تقدر تضل بمنطقتك الهاديه. بس يمكن ما كنت مع الناس صح، او ما عرفت كيف تروح. ممكن هلا انا آه، يمكن هي بالعموم الفترة هي ال7 شهور اللي قضيتها كانت هي شغل أكتر مما تكون إنه أنا بدي أستمتع بالمدينة. ايه مشان هيك ما حبيتها، لانه الشغل ما شو بدك تشوف. 100%. بعدين هلا كنت آخذ بيت وكنت مظبط كل أموري وأساساتي باسطنبول على إني أنا خلص مقيم. بالإضافة أنت بتعرف إنه نحن وضعنا كمغتربين، إنك تطلعي من محافظة لمحافظة وأمر جدا صعب. ايه. فضيقولي خلقي من الأوراق. امم. ما كان في عندي كتير حرية حركة فهربت. واصلا كنت عرفان انه انا بقالي شهر شهرين بتركيا، لما هيك عندي جولة برا تحت بلبنان وبالاردن وباوروبا حفلات. ايوه، فقلت حلو. فقلت بقضي هالشهرين حلوين هون قبل ما انزل اعمل جولة حفلات، عرفتي. رح ترجع لما تكمل جولتك، حترجع على تركيا ولا حتستقر برا؟ انا بحب تركيا، متعود على تركيا وانتمائي الاخر. يعني انا بحس انه بلدي الثاني تركيا، يعني مو انتماء 100% بس بحسها بلدي الثاني. بما تركيا اني حلوة صراحة. كبرت هون ودرست هون وفت على البلد اي عمري 9 مواليد؟ سنين 2002. صغير. فكرتك اكبر. قد ايه بقى عليه؟ يعني 98 توقعت، 97 هيك شيء. ايش شو كبرتيني. ما بعرف، ما حسيت العمر كله. لا عمري هلا بعد كم يوم ب2/6 بصير 21 فعليا بالضبط. حلو ما شاء الله، عمر كله. فرق بيني وبينك 3 4 سنين، انا توقعت اكثر. لا انت مواليد 2004 2005 5 6 بالنص. 2005 6. لا حدا يكتب لي جوزاء بفرمكم انا. برج الجوزاء. لا هن عرفوا لانه 2/6 قلت له. وليه؟ وليه مزاجي. والله العظيم صيت على الفاضي ادمي انا. اكيد اكيد، عادي عادي بتصير. ايه بس حابب هلا قبل ما انزل على لبنان مم.
لأنه بدي أطول برا تركيا، حاب مرة على اسطنبول، مرة هيك أرجع أدلي فيها 15 يوم زي